السلام عليكم، أهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة هذه حكايتي. الفيديو تاع اليوم من العشرية السوداء. هاد الحكاية تمنتنا لإعجابكم وتكملوا الفيديو للأخير. ما تنساوش تشتركوا بالقناة حتى توصلوا بكامل الفيديوهات تاع هذه السلسلة، وكذلك تخليوا لي كومنتير وتخليوا جيم. بالنسبة اللي يحب يقدم حكايته ولا يحب يرسلها لي نحطها فيديو، نخلي لكم الإيميل أو كونت تاعي حتى تتواصلوا معايا. نبداو الحكاية. أنا الكاملة سماني بابا على يماه، وبابا أصله من دائرة من دوائر ولاية بشار، من قبيلة كبيرة، وجدي كان مجاهد معروف في المنطقة، عندهم الخير بزاف، كان عندهم الأراضي والإبل وغيرها من الخيرات. جدي كان واقف على عمومي وبابا أنه يقريهم وانقري كان عنده الخير. المهم قراهم كامل، ومنهم بابا نجح في الباك وراح سجل في المدرسة العليا للدرك الوطني في زيرالدا، وبعد ما تخرج عينوه في بومرداس. ثم شاف ماما كانت زينة اجتماعية ناشطة تحكي مع الناس كامل. المهم عجبت بابا وتعرف عليها وحبها، مالقري عائلة ماما كانوا متفتحين. طورت العلاقة بيناتهم وطلبوا من بابا انه يجيهم للدار ويتعرف عليه جدي. تعرفوا على بابا وعجبهم خاطر يعرف يهدر وكان عاقل ورزين. قالت لي ماما عجب جدك، وقال لي يا زين ما خيرتي. قالوا جيب مالك ومرحبا بكم. دا بابا الكونجي تاعو وجاب دارهم كيما تعرفوا كان لاباس بيه وجاب معاه الخيرات. جدي شرط عليه انه بنته ما تسكنش في الصحراء. قال له بابا كل شروطك مقبولة. قال له جدي ما عندي حتى شروط غير شرط واحد، وهو شرط السكن، انه بنتي تبقى ساكنة هنا. ماما كانت مع العلم كانت هي الوحيدة بين 3 ذكورة خوالي عند جدي. المهم حدوا تاريخ العرس، وجدي قال لهم ما كان لهجوا تلبسوا لها الخاتم بزاف عليكم. جدي بعدها بسمانة راح للمنطقة تاعهم وسقس عليهم وحوس يعرف عليهم كثر. لقى عندهم رزق وخير كبير، بصح لقاهم عروبية خاطر جدي مع العلم كان إطار في الدولة، وجداتي أستاذة فرنسية في التعليم الثانوي. المهم جاء العرس وجابوا غشي كبير، بحكم انهم في العرس يجيو كامل، هذه هي عاداتهم. جدي تاع ماما تقلق لانهم جابوا غشي بزاف والولاد الصغار داروا فوضى كبيرة. المهم فات العرس، بابا وماما سافروا اسبوع شهر العسل في الشرق الجزائري، اسبوع برك ما طوروش بحكم انه بابا رجع خدام. ماما قالت لي هذاك الاسبوع كان اجمل ايام حياتي. قالها وبابا قال ماما هذيك العطلة الجاية ان شاء الله في برد الحال نديك لدارنا والمنطقة تاعنا وتتعرفي عليهم. المهم هذاك الوقت كانت القلوب صافية والناس متفاهمة مع بعضها والبلاد هانية. بابا وماما زاد عندهم أول مولود كان أنا، سماني بابا الكاملة على يماه. قالت لي ماما جا غشي كبير فرحانين كامل بيك وجابوا لي كادوات وكامل جابوا لي الذهب، كان اللي جاب لي مناقش ويزا خاتم. المهم وجدي تاع ماما جاب لها خاتم ذهب وما خلاو ما جابوا. تمر طمينا كل الخير. جداتي تاع ماما كانت موجد لها تروسو، حتى ماما كانت تخدم كروشي، يعني عطالها ربي كل شيء. بعد 3 سنين رزقهم ربي بخويا سماه بابا باسم باباه جدي علي. كبرت انا وخويا ودخلنا نقراو في المدرسة. بعد ما وصلت انا للباك بدات البلاد تبدلت بزاف وكثروا الاحزاب كيما سمعتوا، منعوا القرايه ومنعوا المراه تخدم. وجدي تاع ماما قعدوا يرسلوا له في التهديدات بزاف، مع العلم انه كيما قلت لكم كان اطار في الدوله. ماما وجداتي ما كانوش متحجبات. جدي قال لهم البسوا الحجاب خاصه في بومرداس، كانت بزاف دونجي فيها الملثمين ما عرفتوا شكون. المهم كنا نباتوا خايفين ومخلوعين، وبابا كان خايف علينا بزاف. حولنا للولاية تاعو في بشار في الجنوب، ثم وين عقبت الباك قريت ونجحت والحمد لله. بصح ما جبتش المعدل اللي كنت باغياته خاطر تخمامنا كان غير على دارنا وعلى هذاك الحال اللي كنا فيه.
المهم رجعت لولايتي نكمل قرايتي، لانه الولايه تاع جدي ما كانش فيها جامعه، وخويا نجح في البيام وطلع للليسي. بصح للاسف خويا تبع جماعه داوه للهاويه، ومن بينهم استاذه اللي كان من ذيك الجماعه. كان يحكي لي خويا يقول لي بلي احنا ما راناش عالدين الصحيح، وانهم راهم هاد الطريقه راهي غلطه. المهم خويا تبدلت افكاره بزاف وما بقاش خويا تاع قبل. انا نقول له ما تديرش عليهم وهو ما يقتنعش. بابا خاف علينا بزاف، زاد حولنا رجعنا لولايته بالجنوب. انا وماما حتى تهدى الاوضاع، بصح خويا ما بغاش يرجع معانا وحالته خوفتنا بزاف. ماما عجبتها الحالة بالجنوب، عجبوها بيت جدي، بغتهم وبغوها وتفاهمت معاهم وحبت تقعد معاهم. بصح خويا استغل الفرصة، وخاصة كي عاد بابا يخدم وما عندوش الوقت حتى باش يسقسي عليه، وحنا كنا بعاد عليه. طلع خويا للجبل مع صحابه. ماما كان إحساسها صادق، كانت تقول لي راني مانيش متهنية على خوك. حتى رجعنا لبومرداس بابا كان ما كانش، لانه كان مشغول لا غالب الخدمه بزاف، ما كانش لاهي بخويا، وخويا ما كانش في الدار. المهم كي روح بابا قلنا له ما لقيناهش. بابا حوس عليه وعيط للناس اللي يعرفهم، قالوا له راه في الجبل. ماما زاد حالتها مرضت، زاد جدي عيط الناس اللي يعرفوا من المسؤولين، قالوا له راه ضاع، راح للجبل. نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد، كان سبابه وسبب اي واحد يعني تبع هذيك الطريق. واحد النهار كنا في دارنا، ذاك النهار المشؤوم اللي ما نتمناه لحتى واحد وما نساهش طول عمري. كنت انا وماما في دار، جا خويا وجاب معاه جماعه دخلهم علينا، قالوا لماما اعطينا كامل الذهب اللي راه عندك وكامل واش تملكي. ماما اعطتهم كلش وقلت لهم خلوني غير انا والكامله بنتي. مالقري خويا كان واقف ويتفرج، وماما تقول له يهديك ربي يا ولدي ارجع لعقلك، وش هاد الحاله اللي راك فيها. قال لها راني جيت ندي معايا الكامله. ماما انهارت وزادوا ضربوها وهو يتفرج، ودار ليا قال لي انتي بلاصتك مش هنا، بلاصتك معايا، وهم حاكمين فيا راح يدوني. وماما تجبد فيا، شاف فيها واحد وضربها وطاحت وانا نعيط. ركبوني في اللوطو تاعهم، لقيتها معمرة بنات مخلوعات مضروبات، حالتهم حالة كل واحدة وحكايتها. المهم وصلونا للجبل، ومن عاداتهم كل اسبوع يزوجوك بواحد، والحمد لله ما رفدتش الحمل. كنت كل ما نشوف خويا يقول لي هنا راكي مليحه، ما خصك والو، خير من غادي عايشه مع الطاغوت تاع باباك وجدك. المهم هذه الحياه في الجبل، عمري ما كرهت واحد قد خويا في هذا الدنيا. قعدت معاهم 4 سنين وانا نحسب فيها بالدقيقه، ونطلب في ربي يجيب العسكر يصدموا عليهم يسلكونا من هذه الكارثه، الذل والسخ الكفر. عشنا أصعب الأيام، شحال من وحدة حاولت تهرب وطلقوا عليها الرصاص ماتت في بلاصتها، وشحال من وحدة ماتت وهي تولد صغار مساكن. شفنا العجب في ذوك السنين، لكن الحمد لله جا يوم الفرج واليوم اللي كنا نستناو فيه. طاح عليهم العسكر، اللي مات واللي هرب واللي ضربوه واللي حكموهم داوهم من بينهم خويا. المهم داو الشهادة تاعنا وعرفوني بنت من. عيطوا لبابا، كي جا شافني في ذيك الحالة طلعته لا طونسيون عمقاتو. بابا اللي تهلا فينا وقلشنا ودرنا كامل واش في خاطرنا وحوس بينا الدنيا كامل، وفي الاخر يكون هذا جزاؤه. النهار اللي طلعوني معاهم الجبل يما ماتت، وجدي دا كامل املاكه ودا جداتي وولادو هجر البلاد. جدي وجداتي حزنوا بزاف على ماما، لانها هي كانت بنتهم الوحيده وعزيزه عليهم، ورباوها وتهلاو فيها، وفي الاخر يجي لي يسوى ولا ما يسواش يديروا لها هكا. الوقت الحالي اني عايشه انا وبابا مازالوا في الكرسي متحرك، وانا كملت قرايتي في الجامعه ودخلت نخدم في الجيري تيليكوم، والحمد لله على كل حال. خويا بعد ما خرج من الحبس شحال من خطره حاول يطلب السماح مني ومن بابا، بصح ما قدرناش نسامحوه وجامي نسامحوه. هو اللي كان سببنا في موت ماما وحالة بابا،
وزيد سمعنا عليه راه عايش مع جماعة خارج الطريق وتبرى منه بابا. وهكا نكونوا توصلنا لختام هاد الحكاية، وفي الأخير وبعد كل حكاية نقول الحمد لله على نعمة الأمن والأمان اللي رانا فيها. أعزائي المستمعين، ما تنساوش تخلوا لي كومنتار مليح، ولا الناس اللي عندها حكاية تحبوا يوصلوها لي يرسلوها لي عبر الحساب تاعي نخليه لكم. وما تنساوش تشاركوا في القناة حتى تتوصلوا بالجديد. مع السلامة.